يا جماعة النهاردة عاوزة أكلمكم عن إزاي أنا بمانج ماي تايم. أهمية التايم مانجمنت، إزاي لازم ندير وقتنا كويس عشان نلاقي حاجة أو وقت نعمل فيه الحاجات اللي احنا عاوزين نعملها. كل ما نبعتهم في حتت نقعد احنا ناخد وقت لنفسنا. فأنا اللي بعمله بصراحة أو بحاول أعمله إن أنا مع الولاد، مع ان هم 24 ساعه فوق دماغي، ولما الواحد حتى بيوديهم مدرسه بيبقى فيه بقى خلاص يعني راحوا مدرسه، عندك بقى متطلبات بقى، ترجعي البيت تعملي لهم حاجات، تلمي الغسيل، تجيبي الاكل، واحد يخبط على الباب يقول لك الكهرباء، التاني يقول لك، يعني خلاص اليوم ضرب. فانا بحاول اصحى ساعه قبل الولاد، دي حاجه يعني بالنسبه لي مقدسه مهمه جدا. طبعا ساعات بتفلت ما بتحصلش، بس كل لما اصحى ساعة بدري في يوم بحس ان انا ملكت اليوم، خلاص عندي ساعة لوحدي خالص قبل ما حتى العصافير تقوم. فانت يعني فاهمة، بعرف بقى ايه، اقوم واخد دش، ابقى جاهزة بقى عشان لما اروح الجيم بعد كده، وبعدين بصلي، وبعدين بنزل اعمل مديتيشن بتاعي، واعمل شوية يوجا كده، حركات بسيطة بس عشان ابقى يعني صحيت، مشروب الصباح بتاعي، وابتدي بقى اعمل بقى القرايه. عندك قرايه، بكتب في الجورنال، اقرا اشوف اليوم النهارده هعمل ايه فيه، افتح كده البتاع اشوف النهارده ورايا 1 2 3 4، واقعد اتامل. عندك ساعه بقى، فممكن اقعد البتاع ده مش عارفه البسه. عندك ساعه ممكن تقعدي تتاملي بقى فيها، وتبقي قاعده في منتهى الهدوء، منتهى الهدوء، قاعده بقى. شايفين سامعين الهدوء ده؟ هو ده بقى، ده مش هتلاقيه بقى غير ايه والعيال نايمه وجوزك نايم والبيت نايم والدنيا كلها نايمه بره. تبتدي بقى ايه، ساعه، اول ما الساعه دي بقى العيال تقوم تبقى انت خلاص خلصتي كل حاجه، استحميتي ولبستي، شفتي مخك اترتب وعرفتي هتعملي ايه النهارده، وكتبتي كل بقى مشاكلك وخواطرك وكل حاجه في دماغك، ورتبتي نفسك، وقريتي لك حاجه مثلا تلت ساعه، ولعبتي لك شويه رياضه، يومك بدأ، هما لسه بيبدأ وانتي خلاص ظبطتي اليوم. ازاي بتعرفي تظبطي وقتك عشان تلاقي وقت لنفسك في اليوم؟ لما بتمرن الصبح، هو دي المي تايم بتاعتي. بصي الموضوع صعب قوي، فعلا صعب، بس حاولي بقى في وسط التمرين تروحي تعملي كوافير هنا لو في النادي بعد ما يناموا. بس يعني هو مفيش وقت لنفسي، بس لما بينزلوا مدرسه الصبح ممكن فقره الجيم الصبح وخلاص، هي دي بتاعت نفسي. اليوم بتاعي بيظبط، مفرقش معايا بقى بعدها اليوم بتشحول ازاي، بس دي الحاجه الوحيده بتبسطني حقيقي. فبلان ان انا هخلص هنزلهم، هنزل بقى اخد رياضتي، بعد ما نخلص نقعد كده ساعة في الشمس لذيذة، كوفي بقى وكده، ونرتب اليوم وبتاع، ويا دوبك على ما نلحق نرجع تاني للفحتة بتاعت التمارين والعيال والاكل والشرب، ويلا يلا. ناس تانية ممكن تقولك بعملها بالليل، ان انا من بالليل قبل ما انام، دي برضو هايله، ان تبقي من بالليل مرتبه حاجتك بتاعت الصبح، لبس الرياضه جنبك، طبعا حاجه الولاد هم يرتبوها من بالليل. دايما بابايا الله يمسيه بالخير كان يعودني ان انا من بالليل، يقول لي يعني جهزي لبسك بتاع المدرسه من بالليل، جهزي كتبك من بالليل تبقى في الشنطه، جهزي حاجتك من بالليل بحيث تصحي الصبح خلاص، حتى لو قمتي متاخر او اي حاجه حصلت انا حاجتي جاهزه من بالليل، كاتبه الورقه اللي انا هعمل ايه، انا هعمل ايه اليوم ده، وكل حاجه تبقى مترتبه. بعد ما يناموا بقعد ساعتين. اوكي، ساعتين في المي ما حدش يتكلم معايا. دي طريقه ان ممكن تمانج تايم بحيث انت تلاقي نفس وقت لنفسك. فعايزاكم تقولوا لي انتوا how do you manage your time، يعني غير ده طبعا المفروض في اليوم كله نمانج تايم مع الولاد، يعني نكتب الساعه دي هنعمل فيها كذا. طبعا ما بيحصلش قوي ده، بس يعني نحاول احنا نعمل اللي علينا ونشوف ايه اللي بيحصل. يعني قولوا لي بقى how do you manage your time، وهل في وقت فعلا ليكوا بتقدروا تلاقوا وقت ليكوا ولا لا، بعد ما العيال تنام قبل ما العيال تصحى. قولوا لي كده رايكم ايه في الموضوع ده، وايه وجهه نظركم.